كان معاه بنت وواد. بنت وواد. البنت خدها بتاع اليابان ده. خواجة اليابان. والواد فضل يما اتخرج ضابط طيار. قاعد للعالم. كان في عنده عربية ولا عنده حاجة؟ كان عنده عربية؟ بنت وواد بس. ايوه كده خلفته بنت وولد. وكان عنده عربية ولا كان بيركب خيل ولا؟ لا عربية وخيل وكل شيء. كان عنده عربية. ما تعرفش ماركتها العربية دي؟ لا كان يجي كان فورد، كان زمان كله فورد تقريبا. لا كاديلاك. كان لها كوبس. كابوت من ورا. عربية زمان. فتحت يتلم من ورا. وكانت السكة دي تراب. لا وكله تراب. دي ما كانتش السكة دي. ما كانتش السكة تحت القضيب. السكة كانت مالة من تحت القضيب او الطريق بتاع طراد النيل. ده كله ده جد يعني. حتى طراد النيل. حتى جسر طراد النيل جاء جديد. ده ما كانش لنا طريق بيشارك نهائي. الا كله تحت السكة الحديد. وكان اللي عاوز يروح المقطرة ويجي هنا يلف من على مدة. هنا يروح يلف من على المقطرة. طب ايه كانت يعني بنت وواد؟ البنت خدها بتاع اليابان ده. خواجة اليابان. والواد فضل يما اتخرج ضابط طيار. قاعد للعالم. كان في عنده عربية ولا عنده حاجة؟ كان عنده عربية؟ بنت وواد بس. ايوه كده خلفته بنت وولد. وكان عنده عربية ولا كان بيركب خيل ولا؟ لا عربية وخيل وكل شيء. كان عنده عربية. ما تعرفش ماركتها العربية دي؟ لا كان يجي كان فورد، كان زمان كله فورد تقريبا. كاديلاك. كان لها كوبس. كابوت من ورا. عربية زمان. فتحت يتلم من ورا. وكانت السكة دي تراب. لا وكله تراب. دي ما كانتش السكة دي. ما كانتش السكة تحت القضيب. السكة كانت مالة من تحت القضيب او الطريق بتاع طراد النيل. ده كله ده جد يعني. حتى طراد النيل. حتى جسر طراد النيل جاء جديد. ده ما كانش لنا طريق بيشارك نهائي. الا كله تحت السكة الحديد. وكان اللي عاوز يروح المقطرة ويجي هنا يلف من على مدة. هنا يروح يلف من على المقطرة. طب ايه كانت يعني العيشة بتاعته؟ يعني مثلا كان بياكل زينا كده، ياكل ويشرب زينا ولا كان ليه سفرجية؟ كان وضع ابن الخواجة طلع سلوم. كانوا هنا في القصر وقف في السكة ده. كان قدام بيت انا ده منتجع. عمود بالست ايوه. ممنوع حد يفوت منه ابدا العمال. تلف من ورا المخازن ويخش الجنينة وتطلع من الجنينة تلف وتيجي تخش للعمال. هم بتوع الخواجة. فطلع من الخواجة وقف هنا لك جمل من الجمال يشيل القصر ده العواد اللي. ايوه. وماشي الجروح بتاعه عم يعمل كده. خش قال لي يا بابا جمل وفايد كان يتكلم عربي. يتكلم عربي. الجروح بتاعه عمل عليا. نبه قال الوكيل يا بطرس بوابة من عند السكة الحديد وبوابة بتاع السرعة وبوابة والصالة. ثلاث بوابات. البوابة دي القديمة. بوابات. من ايام. تكفل ده. ايوه ما انا حضرت البوابات. ايوه انا حضرتها. انا حضرتها دي. يا ما كنت هنا بس ما كانش البيوت دي مبنية. فعمل البوابات دي. وخلى خوصة حاجة بتاع متر. ما يكونش واحد ابو حمارة ولا بخير. الأمة تبنت لأن كانت تطريق بأرضي ممنوع. إلا العمال بتاعه بس. كان يمتلك أطيان كثيرة. كان يمتلك أطيان كثيرة. يمتلك ايه؟ أطيان يعني عنده أرض كثيرة. بتاع 1700 فدان. معاه العزبة دي 86 ومعاه عزبة المحرم بتاع ابو قرقاص. عزبة اسمها عزبة فرسان برضه. بس ما فيهاش قصر، ما فيهاش بيت. لا كان يروحها بالعربية. هي كانت ما فيهاش يعني ما فيهاش استراحة. القصر ده على مستوى مصر. يعني خوف مصر. بس
طب بابور الطحين، نرجع بابور الطحين تاني. بابور الطحين. كان عامله باجر يعني رمزي ولا كان بالمحصول يعني؟ لا. اللي يدفع فلوس او يدفع لا. اه كان هو عند بابور واخوه عند بابور بالسكر. اي بابور على بزراعه وبتاع بتاخد البدال بعزبه واحده. اي اللي هي اسمها عزبة ايه دي؟ او اللي هي عزبه فرسانيه جدال. جدال. جدال دي اسمها الاساس عزبه مكه الخواجه مكه اخو فرسانيه. مكتوب متى، مكتوب اي اخو فرسانيه. اخو فرتنيه اي. فكان عندي الحلاجه الغربيه ويستعمل يلم القطويه من كل بيت حتى كان يلم الاسيوط اي يلموا للحلاجة زي من على البحر وتحول عربيات ياخدوا الحلاجة عربيات القطر يمشي فيه غير العربيات القطر على وش الشمال فاتكسر ما كان جانب الوكيل هي اللي ماسكة الدولة اتكسرت الخوف اتكسرت على فلوس صاحبها من البنك يبقى ما قدرش ياخد طب انت يلم عاوز يدفع ثمن القطن القطن. ما هو كان بابور طحين وتاجر قطن. يبقى الفلوس ساعبها من البنك. البنك قال له يا الفلوس يا العزبة اللي حطيتها من السوداء. ايوه يبقى اعلنوا العزبة للمكان. الخواجة تدل بيها كان وزير في الدولة. وزير زراعة. فعلم ان هي في مركز مادة ويبقى تتابعه وهو من كسره يضل بيها من كسره قد تبقى بلدي. فجي زارها اتفرج عليها وصفرها بيجي فيها العزبة زي دي بنازعة بالبابور بمطحن بابور ميه بمطحن. فسألهم وضع ايه حاكوا زي انا ما احكي لك كده على الوضع بتاع الخواجة. فخد العزبة جدالة بيها. خد العزبة اللي هي عزبة جدالة دي اشتراها بفلوسه بما فيها. خد منها 195 فدان هي 260 والباقي جابوا خدت الاهالي. خدت الاهالي كده. كانت في بركة زمان. بتاعنا ولاد كرايم ولاد في بركة. يعني الجماعة الكبراء اللي في مدة والعمدة بتاعنا قد يعني اتباعت. طب هو كان بينزل مصر يتفسح زي الناس ما بتروح كده مصر ومش عارف ايه وبتاع ويتفسح على اساس انه مثلا راجل ميسور. وكان انا عم احكي لك عادي على تاريخ الخواجه. ايوه ما احنا اقصد بناخد صفحات. ما بقيتش خواجه. لا ما بقيتش خلاص. هو راح عمليه جدل بيها. راح في الوزاره. رفع تاريخ من هنا للوزاره.